لو كنت هبدأ برمجة من الصفر في 2025، السؤال ده محيرني واكيد محيرك انت كمان. طب عمرك فكرت تبدأ ازاي من غير اي خلفية عن المجال؟ انا سألت نفسي السؤال ده وهجاوبك كمان علشان ما تتشتتش. كنت هبدأ بكورسات أساسية زي CompTIA A بلس وCompTIA Network بلس وCompTIA Security بلس، ودول هيفهموك الكمبيوتر والشبكات واساسيات الحماية والامان. بعد كده لازم تذاكر كورس CS50 من جامعة هارفارد، وفي ناس شارحينه بالعربي كمان على اليوتيوب، لانه فعلا هيفتح لك دماغك على البرمجة وتفكير المبرمجين، لانه اصلا Introduction to Computer Science. واهم حاجه يا بطل تتابع مقالات وفيديوهات عن البرمجه وتعرف مجالاتها وتخصصاتها وبتستخدم في ايه، وكده هتكون صوره واضحه عن المسار اللي يناسبك واللي انت هتبدع فيه. واول ما تختار التخصص وتتعلم لغه البرمجه المناسبه ليك، لازم تبدا تحل مسائل بروبلم سولفينج وتتعلم الجوريزمز وداتا ستراكشرز. وبعد ما تتقن التقنيات بتاعه تخصصك، اعمل مشاريع حقيقيه وحطها على الجيت هاب وشاركها واشرحها على السوشيال ميديا علشان تاخد الفيدباك وتحاوط نفسك بناس من نفس مجالك. ولو محتاج نصيحتي في اختيار التخصص او الكورسات، اكتب لي في الكومنتات، واتفرج على الفيديو الطويل على اليوتيوب لاني شارح فيه كل حاجه عملي. وفي النهايه لايك وفولو وتحول لمبرمج.